أصدرت إسرائيل تحذيرا من السفر إلى المغرب ومصر والأردن يوم السبت، مشيرة إلى مخاوف من أن يصبح المسافرون الإسرائيليون أهدافا لأولئك الغاضبين من الحرب المستمرة بين تل أبيب والمقاومة الفلسطينية. وجاء في الإعلان الصادر عن مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية أنه سيرفع حالة للتأهب لمصر بما في ذلك شبه جزيرة سيناء والأردن إلى الدرجة 4، ويدعو جميع الإسرائيليين الموجودين في البلاد إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن. ووفقا للإعلان ذاته فقد تم رفع مستوى التهديد إلى 3 درجات، وطلب من الإسرائيليين تجنب السفر غير الضروري. وجاء في الإعلان: بالنظر إلى الحرب المستمرة نشهد زيادة كبيرة في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الأيام القليلة الماضية في دول حول العالم، وخاصة الدول العربية في الشرق الأوسط. وأضاف: لقد تم إظهار العداء والعنف ضد الرموز اليهودية والإسرائيلية. وقال مجلس الأمن القومي إن خطاب الجهاد العالمي أصبح أكثر تطرفا، وهو ما يدعو إلى إيذاء الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم.